يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح السعادة والطاقة الإيجابية على عيونكم يا حبايب قلبي. بصوا بقى الفيديو اللي أنا كنت قايلة لكم إن شاء الله هصوره النهاردة الاثنين 18/9/2023. بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا رحت كشفت على بلال، رحت كشفت عليه اطفال عشان الاملاح الزيادة اللي عنده، وعلشان العظام كشفت عليه اطفال وكشفت عليه عظام. دكتور الاطفال كتب له فوار وكتب له ماكسيلاس بتاع العظم عشان رجليه، انتوا عارفين ان هي بتوجعه جدا. صلوا على النبي الاول واعملوا لايك للفيديو، اللي مشتركش في القناه يشترك، واعملوا لايك عشان خاطر ايه عيون بلال. بصوا بقى، رحت النهارده بقى، طبعا الدكتور طلب مني لازم اشعه فورا، اشعه رنين مغناطيسي على رجليه اللي هي بتوجعه، هي رجليه الشمال، رجليه بتوجعه. كان هو صغير عنده 4 سنين. كان الدكتور قايل لي لما يتم 8 سنين لازم يعمل اشعه على رجله، ولازم العظمه بتاعت رجليه الشمال الركبه تتفتح والعظمه تتعدل. فان شاء الله انا بتمنى باذن الله ان هو ما يحتاجش عمليه ولا حاجه باذن الرحمن، واحنا هنشوف. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا احنا ماشيين، يعني انا راضيه بقضاء الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى يريد. والله العظيم حماتي عماله تقول لي انت يا بنتي ما انت سايباهم، والله اي حد فيهم بيتعب او بحاجه ما بتسكتيش بتجري بيه، والله والله يا بنتي انت بصراحه ما بتسيبيش عيالك وما بتاثريش معاهم ولا اي حاجه. الحمد لله رب العالمين. قلت له، انا كنت قاعده اقول له بص بقى احنا نخلص الاشعه يا بلال. جوزي طبعا والله العظيم خدنا وودانا لغايه المكان، وكان عايز يستنى معانا بس احنا لقينا بقى الموضوع لسه مطول ويتاخر على شغله، فقلت له روح انت واحنا هنقعد احنا. انا كنت بقول له بص بقى خلص واحنا نخش ناكل في جاد، ماشي بقى يا بلال. قال لي ماشي يا ماما. ويعني كان صايم. اما اتصلت بيهم عشان احجز وكده طلع مفيش حجز، ان انا اروح اعمل اشعه على طول. المركز ده اسمه مركز دكتور جلال مراد، في روكسي، اللي هو قدام سينما روكسي دوت. فقالوا لي لازم يبقى صايم قبلها ب3 ساعات. بصوا بقى، ابتدى يتضايق ويزعل لما قلت له يلا بقى نخش عشان نعمل الاشعه. دخلنا جوه، اول حاجه بصوا قالوا لي لازم قدامك حالتين، كل حاله تقعد ساعه الا ربع. فهو ما سمع زعل ان احنا نقعد كتير يعني، وكان تليفونه فاصل شحن. وبصوا كان زهقان جدا جدا ان انت تقعدي بطفل ساعه ونص في مكان مقفول وماموش تليفون وماموش حاجه تسليه، يا على قمه اي حاجه. صعب صعب بصراحه، يعني يغلبني قوي 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 لما بروح فيه في مكان. واليوم اللي رحت اكشف بيه قعدنا 4 ساعات. اليوم اللي كنت بقى يوم الكشف قبل الاشعه ده بكام يوم، قعدنا 4 ساعات عند دكتور الاطفال ودكتور العظام. يعني ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتي يا رب العالمين. بصراحه المكان مكيف وكل حاجه وفي تكييف وكل حاجه، بس مفروك بلال مفروك. حبيب قلب ماما، يا ربي ان شاء الله يشفيك يا حبيبي ويعافيك، وان شاء الله ما تحتاجش عمليه يا حبيب ماما. بص بقى، ولما دخل البتاع ده وجع قلبي، والله وجع قلبي. قال لي اطلعي بره وكده عشان التليفون بتاعك اصلا هيبوظ من الاشعه بتاعه الرنين دي. فانا بصراحه طلعت بره، يعني فضلت واقفه قصاد الباب من بره ربع ساعه. لما لقيت الموضوع مطول قلت يبقى يقعد ساعه الا ربع زي الحالات اللي قبله، فقعدت بره بقى. يا دوبك بعد تلت ساعه بقى لقيتها جايه بتنادي عليا الممرضه، ولا بتقول لي بصي هو ابتدى يتوتر تعالي اقفي معايا. فضلت واقفه والبتاع بيزمر زمامير. انا لسه جايه على فكره وبسجل لكم الفيديو، دماغي ربنا اللي عالم بيها، والله العظيم يوم مرهق جدا. وكان صايم، يعني صايم كانت لغايه الساعه 4:30 والله العظيم يعني. وجو حر وتعبنا جدا، وانا من النوع لما بخرج وببقى جعانه بيجيلي هبوط، والله العظيم بجد ما بقدرش. ليه ليميت معين كده، حتى بصي مش قادره والله العظيم جايه مش قادره. وخرجنا انا وهو، وبعد كده جبت له بقى شويه كيكات وشيبسيات لي انا وهو كده. قلت له بقى عقبال ما نروح ونجيب ان شاء الله اكل كده ونروح بيتنا يا حبيبي، بس تعالى ناكل الشيبسيات دي واحنا ماشيين والكيكات دي، وما نروح ان شاء الله هجيب لكم اي اكل ان شاء الله. وان شاء الله بكره اطمنكم لما النتيجه بتاعه الاشعه تبان، وبابا يروح يجيبها بكره ان شاء الله بالليل. دعواتكم ما يحتاجش عمليه. ولايك وشير للفيديو يا حبايب قلبي، وجزاكم الله خيرا.